السلام عليكم، أهلا بيكم فيديو جديد. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الريبليكيشن. والريبليكيشن واحدة من أهم المفاهيم في الديستريبيوتد سيستمز والسيستم ديزاين، فلازم نكون ملمين بيها، وده لأن مفيش أي تطبيق حاليا كبير ما بيعتمدش عليه. فهنشوف النهاردة مع بعض إيه هي الريبليكيشن وإيه هي أنواعها وبعض الطرق اللي بيتم من خلالها الريبليكيشن. فخلونا نبدأ. في البداية قبل ما نتكلم عن أي حاجة تخص الريبليكيشن، خلونا ناخد مع بعض المثال البسيط ده. أنا عندي هنا وليكن سيرفر واحد وداتابيز واحدة، وليكن أنا كمحمود قاعد في مصر وعندي موقع اسمه اقرأ تك، والموقع دوت ليه قاعدة بيانات، وهقوم الموقع بتاعي وقاعدة البيانات ديت على سيرفر لوكالي عندي في البيت في مصر. فأنا دلوقتي عندي سنجل سيرفر وعندي سنجل داتابيز، وعندي بعض المستخدمين اللي بيستعملوا اقرأ تك في مصر، وعندي بعض المستخدمين اللي بيستعملوا اقرأ تك في لندن، والاتنين قادرين ان هم يتصفحوا اقرأ تك بشكل جميل ويستفيدوا منه قدر المستطاع. طيب المشكلة ايه هنا دلوقتي؟ المشكلة ان على سبيل المثال، بما ان انا بهوست السيرفر بتاعي والداتابيز لوكالي عندي في البيت في مصر، وانا عارف ان الكهرباء بتقطع في مصر دلوقتي وليكن ساعتين، فانا عارف ان الداتابيز بتاعتي في فترة من الفترات وليكن من الساعة 4 للساعة 6 الكهرباء هتكون قطع، وبالتالي اليوزرز اللي موجودين في مصر واليوزرز اللي موجودين في لندن مش هيعرفوا ياكسسوا الداتابيز بتاعتي. فانا دلوقتي عندي الداتابيز اوف والسيرفر كمان اوف. فانا كده ايه حصل؟ عندي داون تايم. الداون تايم دوت هنقول مثلا على سبيل المثال ان هو من الساعه 4 للساعه 6 بي ام مثلا. يبقى انا كده كل يوم عندي الكهرباء بتقطع من الساعه 4 للساعه 6، اليوزرز مش هيعرفوا يشتغلوا او يستعملوا التطبيق بتاع اقرأتك. طيب انا كده دي اول مشكله عندي. يبقى اول مشكله عندي كانت ايه؟ ان انا ممكن يحصل باور اوتج. يبقى انا ممكن يبقى عندي هنا باور اوتج. دي اول مشكله ممكن تقابلني في السيستم الحالي بتاعي. يبقى انا عندي كرنت سيستم، عندي سيرفر وعندي داتابيز واحده بهوستهم عندي في البيت، ممكن النور يقطع لاي فتره من الوقت، فبالتالي هيحصل داون تايم. خلونا نكتب هنا برضو ان ممكن يحصل داون تايم. يبقى ايه الداون تايم بتاعي؟ ممكن يبقى ساعتين مثلا، وفي خلال الداون تايم ده زي ما اتفقنا اليوزرز مش هيعرفوا يستعملوا التطبيق بتاعي. طيب خلونا نقول ان المشكله دي اتحلت، يعني مع الوقت موضوع ان الكهرباء يقطع ده اتحل، فالكهرباء بقت بتقعد فتره اطول. او خلينا نقول بشكل مختلف ان اليوزرز الحاليين متقبلين الوضع الحالي وبيستعملوا التطبيق في اوقات تانية غير الساعتين اللي بيقطع فيهم الكهرباء. طيب انا ممكن هنا يقابلني مشكله تانية غير مشكله الكهرباء. ايه هي؟ ان ممكن يحصل اصلا هارد ديسك كوربشن. فانا ممكن البيانات بتاعتي هارد ديسك كوربشن بالشكل ده. فانا ممكن الداتابيز بتاعتي يحصل لها كوربشن، فانا الداتا اللي كانت متخزنه عندي هنا في الداتابيز حصل لها كوربشن، الهارد ديسك باظ، فالداتا اللي موجوده ما بقتش متاحه. فدلوقتي لما يجي السيرفر يكلم الداتابيز عشان يجيب الداتا مش هيلاقي الداتا موجوده، وبالتالي لما يجي اليوزرز الموجودين في مصر او اللي موجودين في لندن يقولوا للسيرفر احنا عايزين نجيب المقالات اللي موجوده، مش هيلاقوها. مشكله الهارد ديسك كوربشن دي ممكن نحلها بان انا يكون معايا باك اب. يبقى انا البيانات اللي متخزنه عندي في الداتابيز ممكن اقوم جاي مخزنها عندي على هارد ديسك اكسترنال مثلا، يكون عندي باك اب بشكل دوري بعمله للداتابيز اللي عندي، للمقالات اللي عندي، وبالتالي لو حصل مشكله الهارد ديسك كوربشن ده هريتريف على طول، او هسترجع، هعمل ريستورنج للبيانات اللي موجوده على الاكسترنال ديسك بتاعي واحطها تاني في الداتابيز، وبالتالي اليوزرز هيكونوا مبسوطين لان هم شايفين المقالات زي ما هم متعودين عليها. طيب ماذا لو الباك اب اصلا حصل له مشكله؟ يعني بقى في مشكله دلوقتي في الباك اب، اصلا ما بقتش عارف اعمل باك اب، او اصلا الاكسترنال ديسك كمان باظ. ساعتها انا الداتابيز بتاعتي مش هعرف اعمل لها ريستور، وبالتالي الموقع هيكون خالي من المقالات، وبالتالي اليوزرز هيتضايقوا. فانا دلوقتي بقى عندي اكتر من مشكله بتقابلني في السيستم الحالي اللي انا عامله. فانا كده خلونا نزود مع بعض هنا ان انا ممكن يحصل مثلا الاكسترنال ديسك اكسترنال ديسك كوربشن اللي عليه الباك اب، وبالتالي مش هقدر اريستور الباك ابس بتاعتي زي ما اتفقنا. فالثلاث مشاكل دول اللي اتكلمنا عنهم محتاجين نشوف لهم حل. ازاي هنحل المشكله دي؟ وعشان كده احنا هنتكلم النهارده عن الريبليكيشن. فتعالوا نشوف ايه هو موضوع الريبليكيشن ده مع بعض. فالريبليكيشن بكل بساطه معناها ايه؟ الريبليكيشن معناها ان انا هاخد نسخه طبق الاصل من قاعده البيانات اللي عندي واعمل لها بيست اكتر من مره، اكني بعمل كوبي وبيست. فانا بدل ما كان عندي في السيستم الاولاني سيرفر واحد وداتابيز واحده، انا دلوقتي هيكون عندي 3 داتابيز. هيكون عندي داتابيز واحد وداتابيز 2 وداتابيز 3. فممكن نعتبر ان الريبليكيشن ان انا باخد نسخه طبق الاصل من الداتابيز وبكررها كذا مره. فاحنا بالشكل الحالي ما بقاش عندنا داتابيز واحده زي الاول، بقى عندنا 3 داتابيز والثلاثه شايلين نفس الداتا.
طيب أنا كده استفدت إيه؟ أنا كده استفدت حاجات كتير جدًا. تعالوا الأول نشوف المشاكل اللي قابلتنا في السيستم القديم اللي كان عبارة عن single server وsingle database. إحنا قُلنا إن إحنا عندنا مشكلة الpower outage هنشوف هنحلها مع بعض إزاي، ومشكلة الhard disk corruption هنشوف إن إحنا لمّا قُلنا إن إحنا حليناها بالbackup ممكن الbackup كمان يحصل له failure وما نعرفش نحلها. فتعالوا نشوف بقى بعد الreplication، بعد لمّا بقى عندي 3 نسخ شايلين نفس الdata، أنا هاحل المشاكل دي إزاي؟ أول مشكلة اتكلمنا عنها كانت الباور اوتج، وبالنسبة للباور اوتج خلونا نفترض على سبيل المثال ان داتابيز رقم 3 ديت حصل لها باور اوتج لأي سبب من الأسباب وما بقتش شغال. فدلوقتي بالشكل الحالي هل اقرأ تك أو هل الموقع بتاعي مش هيكون شغال؟ لا، الموقع هيكون شغال عادي جدا. ليه؟ لأن أنا ستيل عندي داتابيز 1 وداتابيز 2 شغالين. فأنا لو عندي لود بالانسر مثلا بيوزع الريكوستات، وهنبقى نتكلم عن اللود بالانسر ده في فيديو منفصل. لو أنا عندي لود بالانسر بيوزع الريكوستات على الداتابيز ديت، فأنا دلوقتي لو اللود بالانسر دوت عرف ان داتابيز 3 ما بقتش شغاله هيودي الريكوستات لداتابيز 1 وداتابيز 2. فبالتالي اليوزرز الموجودين في مصر واللي موجودين في لندن واللي موجودين في السعوديه مثلا هيقدروا ياكسسوا الموقع بتاعي عادي جدا، حتى لو داتابيز 3 ما بقتش موجوده خالص. دلوقتي انا عندي نسختين تانيين يقدر اليوزرز يستعملوهم عشان يوصلوا للبيانات بتاعتي. فانا كده حليت اول مشكله اللي هي الباور اوتج. تعالوا نشوف مع بعض تاني مشكله اللي هي الهارد ديسك كوربشن. تعالوا نقول دلوقتي ان الداتابيز 2 اصلا حصل لها هارد ديسك كوربشن، فداتابيز 2 دلوقتي ما بقاش فيها الداتا بشكل سليم، والباك اب بتاعها برضو باظ. طب دلوقتي هحل المشكله دي ازاي؟ بكل بساطه انا عندي نسختين تانيين موجودين في داتابيز 1 وداتابيز 3. ممكن في اي وقت لما داتابيز 2 دي تقوم او اصلح الهارد ديسك بتاعها اخد نسخه تانية من داتابيز 1 او داتابيز 3 واحطها في داتابيز 2 اللي كان فيها مشكله في الهارد ديسك. فانا ستيل برضو لما حصل هارد ديسك كوربشن انا عندي داتابيز تانية فيها الداتا سليمه، ممكن اليوزرز يستعملوا التطبيق وما يحسوش باي مشكله وما يلاقوش اي مشكله اصلا. فدي كانت اول ميزه خدناها من الريبليكيشن، الا وهي الفولت توليرانس. يبقى انا كده قادر ان انا اتكيف مع الاخطاء وتولوريت معاها بشكل كويس. طيب تاني ميزه استفدتها ايه؟ تاني ميزه استفدتها هي الثروبوت. لو تفتكروا في السيستم القديم انا كان عندي سيرفر واحد وداتابيز واحده، فدلوقتي في نفس الوقت لو يوزر بعت ريكوست للسيرفر عشان يجيب المقالات، انا دلوقتي بقيت قادر اعمل ده 3 مرات at the same time، لان انا ممكن يجي لي الريكوست على الداتابيز 1 وريكوست على الداتابيز 2 وريكوست على الداتابيز 3، والثلاثه يسيرفوا الثلاث ريكوستات at the same time. فانا حسنت من الثروبوت بتاعي، بقيت قادر اسيرف عدد اكبر من الريكوستات. طب ثالث فايده ايه؟ ثالث فايده ممكن نستفيد بيها من الريبليكيشن هي الليتنسي، ان انا احسن من الليتنسي بتاعتي. طب هي ايه مشكله الليتنسي اصلا؟ تعالوا نرجع مع بعض للسيستم القديم ونشوف الليتنسي دي ممكن تتاثر ازاي. احنا دلوقتي زي ما اتفقنا عندنا مستعملين موجودين في مصر وعندنا يوزرز موجودين في لندن. لو انا قاعد في مصر والسيرفر بتاعي والداتابيز بتاعتي موجوده في مصر، منطقي ان اليوزرز اللي موجودين في مصر لما يجوا يبعتوا ريكوست للسيرفر يكون اسرع بكتير جدا من اليوزرز اللي هيبعتوا ريكوست للسيرفر وهم موجودين في لندن. وده لان السيرفر بتاعي والداتابيز بتاعتي موجوده في مصر قريبه للمستعملين اللي موجودين في مصر. طيب مشكله الليتنسي ازاي تتحل بقى في الريبليكيشن؟ انا ممكن هنا بدل ما احط داتابيز 1 وداتابيز 2 وداتابيز 3 كلهم في مصر، انا ممكن دلوقتي اخلي داتابيز 1 بس موجوده في مصر، واخلي داتابيز 2 في الشرق الاوسط قريبه مثلا من السعوديه والخليج، واخلي داتابيز 3 موجوده في اوروبا فتبقى قريبه للدول اللي موجوده في اوروبا. فانا كده حققت ان انا اليوزرز اللي موجودين في مصر او اليوزرز اللي موجودين في السعوديه او اليوزرز اللي موجودين في لندن قادرين ان هم يحصلوا على البيانات بشكل سريع، لان انا وزعت جغرافيا الداتابيز بشكل كويس يكون اقرب لهم، فبالتالي قللت الليتنسي. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي انواع الريبليكيشن. اول نوع من الريبليكيشن عندي بنسميه السينكرونس ريبليكيشن. سينكرونس ريبليكيشن يعني ايه؟ يعني متزامن، والسينكرونس ريبليكيشن ده النوع الثاني يعني غير متزامن. يعني ايه الكلام ده؟ خلونا نشوف مع بعض مثال بسيط يوضح لنا الموضوع ده. وليكن دلوقتي انا عندي محمود اهوت هو اوثر على اقرأ تك وعايز يببلش ارتكل على اقرأ تك. فكل اللي هيعمله بكل بساطه انه هيروح يبعت ريكوست لاقرأ تك يقول ان انا عايز اببلش ارتكل بالاسم الفلاني. ساعتها لو انا عندي سينكرونس ريبليكيشن الوضع هيكون كالاتي: السيرفر هيبعت الريكوست للداتابيز بس مش هيرد بالاكنولجمنت المحمود الا وركزوا على الا دي لما الداتابيز رقم 1 دي تروح تريبليكيت الارتكل اللي محمود حطه ده في داتابيز 2 وتروح تريبليكيت ده في داتابيز 3. يبقى انا كده قبل ما السيرفر يرد على محمود ان المقال بتاعك اتنشر بنجاح، الداتابيز هتروح تريبليكيت الاول
المقال ده في الداتابيزز التانية اللي هي رقم 2 ورقم 3، وبالتالي ترد على السيرفر ان العمليه تمت بنجاح، الانسيرشن تم بنجاح، والسيرفر يرد على محمود ان المقال بتاعك تم بنجاح. فده بنسميه سينكرونس ريبليكيشن، يعني ان انا مش هرد عليك باكنولجمنت ان الاوبريشن بتاعتك تمت بنجاح الا لما اعمل لها ريبليكا على الداتابيزز التانية. طيب النوع دوت بيودينا لمفهوم تاني مهم جدا، خلونا نقوله مع بعض، وهو السترونج كونسيستنسي. طب ايه مفهوم السترونج كونسيستنسي ده؟ السترونج كونسيستنسي معناه ايه؟ معناه عندي ان البيانات متناسقه بشكل قوي جدا او بشكل متماسك جدا. وده لاننا لو جينا نشوف مثلا مثال مع بعض، ان احنا دلوقتي عندنا يوزر تاني اهوت، اليوزر ده قاعد في لندن، وعندنا يوزر قاعد في السعوديه. دلوقتي لما محمود يبعت المقال الجديد ان هو عايز يببلش ارتكل جديد على اقرا تك، دلوقتي اليوزر اللي موجود في لندن وفي السعوديه لما يجوا يكلموا الداتابيزز القريبه منهم هيلاقوا نفس المقال دوت فوريا بعد ما المقال يتنشر. فعشان كده بنسميها سترونج كونسيستنسي. يبقى اليوزرز اللي كانوا موجودين في لندن واليوزرز اللي موجودين في السعوديه، وانس ان محمود اللي قاعد في مصر عمل ببلش للارتكل، اليوزرز اللي موجودين في مصر واللي موجودين في لندن واللي موجودين في السعوديه هيشوفوا المقال ده at the same time. وعشان كده بنسمي ده سترونج كونسيستنسي. طيب ده بالنسبه للسينكرونس ريبليكيشن، بس قد ما هو بيقدم لي ميزه السترونج كونسيستنسي الا ان في عيب خطير احنا ناسيينه. فانا مشكله السينكرونس ريبليكيشن هنا ايه؟ ان عمليات الرايت اوبريشن هتاخد وقت على ما تتنفذ، لان انا محتاج اميك شور ان هي تحصل لها ريبليكيشن على الداتابيزز الثانيه قبل ما ارد بالاكنولجمنت. طيب ده كان السينكرونس ريبليكيشن بشكل بسيط. تعالوا نشوف مع بعض ايه هو السينكرونس ريبليكيشن. فاحنا شفنا مع بعض السينكرونس ان هو بيحصل بشكل تزامن، الاسينكرونس بيحصل بشكل غير متزامن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني دلوقتي محمود لما يجي يحط ارتكل جديد على السيرفر بتاع اقرا تك، والسيرفر يبدا يعمل انسيرشن على الداتابيز وقتها اللي هي رقم 1 هتحط البيانات عندها عادي جدا، وترد ساعتها بالاكنولجمنت على السيرفر ان الرايت اوبريشن دي تمت بنجاح. وبالشكل ده السيرفر هيرد على محمود عادي جدا ويقول له ان المقال بتاعك حصل له ببلشنج. طيب مشكله ده ايه؟ مشكله ده ان انا رديت باكنولجمنت لمحمود قبل ما اعمل ريبليكيشن وزن الريكوست ده. فانا هنا بعمل الريبليكيشن السينكرونس بشكل غير تزامن. ممكن يحصل على سبيل المثال في الباك جراوند ان داتابيز واحد تبدا تريبليكيت الحاجات اللي عندها الداتابيز 2 وداتابيز 3 مع الوقت في الباك جراوند واحنا مش عارفين ده، بس مش وزن السكوب بتاع الريكوست اللي محمود بعته. طيب مشكله ده ايه؟ في هنا ممكن كذا مشكله تحصل. ان انا دلوقتي اليوزرز اللي كانوا موجودين عندي في لندن، عندي هو يوزر في لندن او مجموعه يوزر في لندن، وعندي مجموعه يوزر في السعوديه. دلوقتي لو محمود عمل ببلش للمقال والسيرفر او الداتابيز واحد دي كانت موجوده في مصر، دلوقتي اللي هيشوفوا المقال فوريا اول ما يحصل له انسيرشن هم اليوزرز اللي موجودين في مصر بس. وده لان الداتابيز واحد هي اللي حصل لها الابديت، ولكن اليوزرز اللي موجودين في لندن واليوزرز اللي موجودين في السعوديه هيلاقوا ديلي على ما يشوفوا المقال الجديد دوت اتعمل له ريبليكيشن، وبالتالي لما يجوا يفتشوا الداتا من داتابيز 2 وداتابيز 3 يلاقوا الداتا دي بقت موجوده. فعشان كده بنسمي العمليه دي او بنسمي المشكله دي هي الستيل ريد، ان هم شايفين داتا ستيل يعني فيها ديلي، مش شايفين الليتست داتا بمعنى اصح. فهنا زي ما احنا شايفين ان بعض اليوزرز ممكن يحصلوا على ستيل ريدز، ان هم يقروا داتا قديمه او لسه ما حصلهاش ابديت وما يشوفوش الريسنت فاليوز. طيب احنا شفنا في السينكرونس ريبليكيشن ان السينكرونس ريبليكيشن بينتج عنها سترونج كونسيستنسي. هنا هينتج ايه؟ هنا هينتج حاجه تانية اسمها ايفينشوال كونسيستنسي. يعني ايه ايفينشوال كونسيستنسي؟ لو تفتكروا كنا اتكلمنا عنها في الكابس يوريم. الايفينشوال كونسيستنسي معناها ايه؟ معناها ان هيحصل ان الداتا تكون كونسيستنت مع بعض، يعني هتكون متسقه مع بعضها، ولكن بعد وقت معين. هي في الاخر ايفينشوال يعني مؤخرا هتبقى كونسيستنت، ولكن مش هتكون كونسيستنت immediately. فزي ما شفنا ان اليوزرز اللي موجودين في لندن واليوزرز اللي موجودين في السعوديه هيقروا عادي المقال الجديد بتاع محمود، ولكن ده ممكن ياخد ديلي، مثلا ممكن ياخد دقيقه او اقل من دقيقه على ما الداتا يحصل لها ريبليكيشن ويبداوا يشوفوا الداتا دي موجوده عنده. وبالمناسبه التايب ده اللي هو الاسينكرونس ريبليكيشن والايفينشوال كونسيستنسي هو التايب المشهور والاكثر شيوعا في تطبيقات الويب حاليا. وده لو جينا نبص مثلا على السوشيال ميديا ابلكيشن هنلاقي ان ممكن حد ينزل تويت او ينزل بوست وانت ما تشوفوش وحد تاني يشوفه قبلك، ولكن بمجرد بس مرور الريبليكيشن ديلي دوت او الستيل ريد اللي احنا بنقابلها هنا المشكله بتاعتنا، هتبدا تشوف البيانات عادي جدا وتشوف الداتا زيك زي اللي شافها بالظبط. فانا هنا زي ما احنا شايفين في الاسينكرونس ريبليكيشن قدرت ان انا اعالج الرايت اوبريشنز ديلي اللي بتحصل نتيجه لعمليات الرايت اللي بتحصل على الداتابيز. فانا دلوقتي حسنت من الليتنسي بتاع الرايت اوبريشن وانها بقت بتاخد وقت اقل لان انا مش محتاج استنى الريبليكيشن يحصل اصلا. دول كانوا التو تايبس اوف الريبليكيشن. يبقى احنا كده عرفنا، خلونا نصمم بالجزء ده مع بعض. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا تو تايب اوف ريبليكيشن.
ريبليكيشن، سينكرونس ريبليكيشن، وده عرفنا ان هو ريبليكيشن متزامن، يعني بعد ما الريكوست يجي للداتابيز بستنى يحصل ريبليكيشن قبل ما ارد بالاكنولجمنت، وبالتالي ده بيحقق لي السترونج كونسيستنسي، بيكون عندي الداتا متسقه مع بعضها ات ذا سيم تايم بشكل immediately، وكل اليوزر يقدروا يشوفوا نفس الداتا ات ذا سيم تايم. وعرفنا مشكله السينكرونس ريبليكيشن بتكمن في التايمنج في الرايت اوبريشنز، ان انا لما اجي اعمل عمليه رايت اوبريشنز ان انا مستني الديلي بتاع الداتابيز العاديه بلس على ده الديلي بتاع الريبليكيشن، في حين في الاسينكرونس ريبليكيشن عرفنا ان انا عندي مشكله هنا وهي الايفنشوال كونسيستنسي، ان انا عندي البيانات ما بتبقاش متسقه مع بعضها، ولكن مع مرور الوقت البيانات دي هتكون متسقه تمام جدا وكل اليوزر هيشوفوا الداتا، ولكن بعد ديلي معين. وعرفنا ان الاسينكرونس هنا ميزته ايه؟ ان انا بحسن من الرايت اوبريشن تايم، ان انا ما بقاش عندي نفس المشكله بتاعه السينكرونس ان انا محتاج استنى على ما الريبليكيشن يتم ويخلص بنجاح. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.